استخدام الذكاء الاصطناعي بتحسه زي السحر. بتطلب منه اللي بدك إياه بحقق لك طلبك بنفس اللحظة بدون أي مجهود. بس هذا الشعور مجرد وهم، عشان من خلال طلبك هاد تستهلك 10 أضعاف الطاقة اللي بتستخدمها لو استخدمت جوجل. وخلف كواليس تحقيق طلبك في مستودعات ضخمة من الكمبيوترز اللي بتحتاج بشكل مستمر لطاقة، مياه ومواد خام. وكل هاد على حساب الكوكب تبعنا، وحاليا تأثير الذكاء الاصطناعي عليه صارت مرئية. عام 2023 استقال جيفري هينتون، واللي يعتبر الأب الروحي للذكاء الاصطناعي، من منصبه في جوجل عشان يقدر يحكي عن مخاوفه من الذكاء الاصطناعي بشكل حر، وحذر من انقلاب السحر على الساحر، أو بما معناه إنه الذكاء الاصطناعي يوصل لمرحلة يكون فيها ذكائه يتفوق على الذكاء البشري، وينقلب على البشر ويستعبدهم ويسيطر عليهم، أو حتى يمحيهم من الوجود. واللي حكاه جيفري هينتون هو مش فكرة جديدة، بل بجسد خوف جماعي صار له مدة كبيرة موجود، وتجسد بأفلام زي فيلم ذا تيرمينيتور اللي انعمل في 1984، واللي حكى عن ذكاء اصطناعي صار عنده وعي، أو طور وعي خاص فيه، وقرر يتحكم بقنابل ذرية ويمحي البشرية. أو بفيلم آي روبوت اللي انعمل سنة 2004، اللي حكى عن ذكاء اصطناعي بيسيطر على روبوتات بهدف إنه يستعبدوا البشرية أو يحتلوهم ويقضوا عليهم يعني. ففكرة جيفري هينتون هي فكرة قديمة كتير، بس أنا شايف إنه لسه في شوية وقت ليصير هذا الكلام. الخطر الحقيقي يا صديقي للذكاء الاصطناعي فكرته أقل حماسية من فكرة استعباد البشرية وانقلاب الماكنة على الإنسان وسيطرتها عليه. ولهذا السبب بالذات هي خطيرة، أو أخطر بكتير، عشان هي عملها بتصير خلف الكواليس وما حدا حاسس عليها. زي ما بيحكوا لك، أكتر ضربة بتوجعك هي الضربة اللي بتشوفهاش. عشان نفهم هذا الخطر اللي بيصير من ورانا، لازم نعرف كيف الذكاء الاصطناعي بيشتغل بالأساس. الذكاء الاصطناعي يا صديقي هو مش كود جوا الكمبيوتر أو اللابتوب تبعك، بل هو بيعتمد زيه زي غيره من الأدوات، زي الإنترنت، زي جوجل، زي الإيميل، على وحدات معالجة: جي بي يوز، سي بي يوز، أو تي بي يوز، واللي هم عبارة عن رقائق اللي بيكونوا مخزنين في مستودعات ضخمة، أو اللي اسمهم بالإنجليزي داتا سنترز. وطبعا الذكاء الاصطناعي ما بيحتاجش واحد ولا اثنين فقط، بيحتاج الملايين ورا الملايين من هدول الوحدات المعالجة. وزي ما حكيت، هم مخزنين بمستودعات أو بداتا سنترز اللي بيكونوا بيشتغلوا على مدار السنة، يعني 365 يوم في السنة، وعلى مدار اليوم يعني 24 ساعة في اليوم، فعشان يكون متاح للكل في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن بضله شغال على طول. وزي ما ذكرت، مش بس الذكاء الاصطناعي يعني بيشتغل على هدول وحدات المعالجة، أو يعني بيعتمد على الداتا سنترز عشان يشتغل. حكيت إنه جوجل برضه بيعتمد عليهم، بس الفرق إنه الذكاء الاصطناعي عشان يفهم طلبك ويحققه لازم يسوي عمليات حسابية معقدة، ويشوف احتماليات كثيرة وملايين الاحتماليات حتى، عشان يعرف يفهم الطلب ويجاوبه. فلذلك هذول وحدات المعالجة راح يستهلكوا طاقة أكبر بكتير من استخدام مثلا محرك بحث زي جوجل أو غيره. ففكرة استهلاك الطاقة الأكبر هي مبنية على إنه الذكاء الاصطناعي يحتاج إنه يسوي عمليات كبيرة أو معقدة عشان يقدر يوصل للجواب أو النتيجة. وطبعا وين في استهلاك للطاقة في توليد حرارة. فزي ما حكينا إنه الوحدات المعالجة للذكاء الاصطناعي بيستهلكوا طاقة أكبر، فبيولدوا بالتالي حرارة أكبر، ولذلك هم بحاجة لتبريد مستمر عشان ما يخربوش أو يتلفوا. وفي السابق على أيام الحج جوجل كان التبريد عن طريق التكييف أو المكيفات، خلينا نحكي للمستودعات هاي، كفاية. ولكن على وقت الذكاء الاصطناعي كمية الحرارة اللي يتم إنتاجها كبيرة بشكل إنه تبريد بالرياح مش كفاية، وبيحتاجوا لتبريد عن طريق سائل عشان يقدروا يبردوا المستودعات هاي، أو الحرارة اللي بتتولد عن طريق العمليات اللي بيقوم فيها الذكاء الاصطناعي. وسيستم التبريد بالسائل بطريقة مبسطة إنه في سائل تبريد بمر عن طريق أنابيب، بوصل لوحدات المعالجة، باخذ منهم الحرارة السخنة، بعدين السائل التبريد هذا بيروح على المي عشان يبرده، وبرجع كمان مرة. فإنه سائل التبريد بيحتاج تبريد وبتبرد عن طريق المي. وهون المشكلة الكبيرة، عشان المياه اللي يتم استخدامها في عملية التبريد هاي لازم تكون خالية من الشوائب، خلينا نحكي يعني نقية،
عشان ما تؤدي إلى تلف يعني الأنابيب، وعشان ما تنشر البكتيريا جواها، واللي راح يكلف طبعا ملايين عشان تنحل المشكلة بعدين إذا انتشرت البكتيريا. فيتم استخدام مياه صالحة للشرب وبكميات كبيرة كتير. وحسب التقديرات لدراسة عملتها جامعة كاليفورنيا، لكل 20 ل 50 رسالة أنت بترسلها لتشات جي بي تي على سبيل المثال، يتم استهلاك نص لتر مي للتبريد. وبتقديرات سام ألتمان السي او تبع شركة تشات جي بي تي، إنه يتم إرسال ما يقارب المليار رسالة يوميا لتشات جي بي تي. وإحنا خلينا ناخذ الحد الأقصى للتقدير تبع دراسة جامعة كاليفورنيا، ونحكي إنه لكل 50 رسالة عندك نص لتر مي يتم استهلاكه. وناخذ بتقدير سام ألتمان إنه يتم إرسال مليار رسالة يومية لتشات جي بي تي. وشوف قديش كمية لترات المياه اللي يتم استهلاكها. احسبها لحالك صديقي، مش أحسب لك إياها، لا بمزح معك، أهم شيء عندي بهاي القناة راحتك. يعني إذا قسمنا مليار رسالة على 50 وضربناها في نص لتر، بعطينا 10 مليون لتر يتم استهلاكه من المياه عشان التبريد فقط لتشات جي بي تي. طبعا ناهيك يعني عن اللانجوج مودلز الثانية زي جيميناي وغيره اللي بيستهلكوا مياه يمكن بنفس المعدل أو أكثر. يمكن تسألني طب هل في إمكانية استخدام نفس المياه بعد ما تسخن إنه نبردها ونرجع نستخدمها كمان مرة للتبريد؟ بحب أحكي لك يا صديقي إنه هذا الاحتمالية غير متاحة حاليا، عشان 80% من المياه اللي يتم استخدامها للتبريد بتتبخر، فيعني ما في طريقة نرجع نستخدمها. طبعا يعني هي المياه مش رح تختفي عن وجه الأرض، ويمكن رح تروح على الغيوم وترجع تمطر في مكان آخر. احنا بنحكي على مياه صالحة للشرب انأخذت من مكان معين فيه سكان، يمكن يكونوا هم أولى بهاي المياه، استخدموها تبخرت راحت مثلا على شكل غيوم ورح تمطر مثلا على محيط، على بحر أو أيا كان، ولازم يرجع يتم استصلاحها كمان مرة عشان ترجع صالحة للشرب، واللي هي برضه عملية بتحتاج طاقة. وخلي ببالك أن الأرقام اللي حكيتها قبل شوي هي فقط المياه اللي بتستخدم للتبريد. أنا زي ما حكيت إنه الذكاء الاصطناعي برضه بيستهلك طاقة كبيرة كهربائية بشكل كبير، وإنتاج الطاقة بحد ذاته برضه عملية بتحتاج لكميات مية كبيرة. فأنا مليارات اللترات اللي حكيت عنها أو ملايين اللترات اللي يتم استهلاكها في اليوم بس عشان التبريد يمكن تاخد الضعف إذا بدنا ناخد بعين الاعتبار الطاقة اللي يتم استهلاكها عشان ال AI يشتغل أو إنه يقوم بواجبه أو عمله. وعشان أصلا نفهم كمية استهلاك الطاقة تبع الذكاء الاصطناعي جبت لكم شوية أرقام عشان نفهم الصورة بشكل أحسن. عام 2024 وصل معدل استهلاك الطاقة السنوي للداتا سنترز ما يقارب 1.5% من استهلاك العالمي. وفي تقديرات انه راح يضل استهلاك الطاقة في تزايد ويوصل لكمية استهلاك الطاقة اللي بتستهلكها دولة زي الهند، الدولة اللي فيها ما يقارب المليار و200 مليون شخص. فانت زي كأنه بترسم هند جديدة على الخريطة، وهذه الهند الجديدة بتستهلك نفس كمية الطاقة اللي بيستهلكها مليار و200 مليون شخص. ومن المتوقع انه من هون ل 2030 ال AI رح يوصل لما يقارب ال 300 تيرا وات ساعة من الاستهلاك السنوي. وهذا يعادل تقريبا استهلاك بريطانيا للطاقة. فأنا يعني بقدر أحكي لك أرقام من هون للصبح، بس أظن الفكرة وصلت. طبعا خليني أحكي لك إنه فيش أي مؤشرات إنه هاي الأرقام رح تتباطأ أو رح تقل، بل إنه كل التقديرات والمؤشرات بتورجي إنه الاستعمال والاستهلاك يكمل بشكل أكبر وبتضاعف مستمر كل ما الوقت يمر. وهذا إشي مفهوم عشان الشركات العالمية حاليا عمالها بتستثمر ملايين أو حتى مليارات في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي عشان الفائدة اللي يمكن يعود عليهم. تعرفوا إنه الذكاء الاصطناعي إنه بفيدهم بالإنتاجية، بفيدهم بالربح، بفيدهم بكتير مجالات وكتير محلات. فمن مصلحة الشركات إنه يضلهم يستثمروا بهذا القطاع عشان هم يستفيدوا. وترامب هاي صورة قديمة لترامب اعذروني. وترامب أعلن أنه راح يتم استثمار ما يقارب ال 500 مليار دولار لتوفير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي وبناء المزيد من الداتا سنترز. هذا معناته أنه عندك أراضي راح تضل تتاخد ويتم استصلاحها فقط للذكاء الاصطناعي، وراح يتم استهلاك واستخراج مواد خام زي السيليكون، زي النحاس، زي الذهب بشكل مستمر، ويروح فقط لخدمة مشاريع الذكاء الاصطناعي، سواء للتشيبس هذول المعالجات سي بي يوز، الجي بي يوز والتي بي يوز، أو للماكينات الضخمة
أو يعني المستودعات بشكل عام، الحديد اللي بيحتاجه وكل الكلام هذا. طبعا ناهيك عن استهلاك المي اللي حكينا عنه بالتبريد أو في إنتاج الطاقة وكمية الطاقة الكبيرة اللي راح يحتاجها عشان تزود هدول المستودعات عشان يسووا شغلهم، وكل هذا الكلام بوازيه إنتاج حرارة بشكل كبير. عشان احنا بنعرف إنه قديش القطاع الصناعي بجميع مجالاته وأشكاله وألوانه بينتج طاقة بشكل كبير وثاني أكسيد الكربون والكلام هذا. وكوكب الأرض حاليا حرارته بتزيد بشكل تدريجي، كل ما زادت الحرارة كل ما كان التأثير أكثر سلبي على البيئة، وكان في فرص لكوارث طبيعية تصير بشكل مستمر وأكبر وبشكل أقوى حتى. فيعني يا صديقي، اللي أنت كنت مفكر إنه الذكاء الاصطناعي راح ينافسك على الأشغال بس ويخليك عواطلي، طلع راح ينافسك على المي، الكهرباء، الأراضي، ويمكن حتى يخسرك حياتك. ويمكن تعتقد هلا أنت يا صديقي بعد كل اللي حكيت لك إياه راح أحكي لك وقف استخدم الذكاء الاصطناعي، اعمل لايك وسبسكرايب ومع السلامة. بس أنت غلطان. يعني لا، اعمل لايك وسبسكرايب مزبوط، بس ما توقف تستخدم الذكاء الاصطناعي. بس أنا لو طلبت منك توقف تستخدم الذكاء الاصطناعي رح يكون طلب غبي. عشان أول إشي ليش تسمع لي؟ أنا بس شخص غريب على الإنترنت أو على اليوتيوب. ثاني إشي عشان أنا بعرف إنك أنت مش راح تقدر تخلص جامعة لو وقفت تستخدم الذكاء الاصطناعي. وأنا مش عمالي بمزح على فكرة، أو يعني اللي بدي أحكيه إنه ال AI هلأ في هذا الوقت هو حقيقة لابد منها، وهو مثل أي أداة أجت في السابق عشان تتيح للبشرية إنه تعمل شغلات ما كانت تقدر تعملها من قبل. على سبيل المثال مثل الطيارة اللي سمحت للبني آدم إنه يقطع مسافات طويلة بساعات معدودة. الطريق اللي كانت قبل تاخدنا أيام، أشهر، حتى سنين، صارت تاخدنا فقط ساعات. وإحنا لو في الماضي أو حاليا كنا رافضين نستخدم الطائرات راح نتأخر عن كل اللي حوالينا. مفهوم السفر راح يكون عندنا لساته بدائي، والناس حوالينا كلها عمالها بتسافر وبتروح وبتيجي، وإحنا قاعدين محلنا مش منفتحين على العالم. طبعا هذا مثال بسيط، في أدوات كتير يعني نقدر ناخد فيها، حتى الانترنت على سبيل المثال يعني لما طلع وغيره من الشغلات اللي احنا لو رفضناها راح نتأخر عن اللي حوالينا. وهذا الاشي بينطبق على الذكاء الاصطناعي، وإذا رفضنا نستخدمه رح نتأخر بالدراسة على سبيل المثال. لما مثلا يكونوا الناس حوالينا عمالهم بيستخدموه وإحنا ما بنستخدمه راح يكون أدائنا الأكاديمي أضعف من اللي حوالينا، عشان هي أداة بتفيد. عشان أنا شخصيا خلال دراستي بستفيد من الذكاء الاصطناعي، إذا في عندي إشي مش فاهمه وعندي استفسار أو عندي مثلا إشي ما عرفتش أحله يعطيني الجواب. واصلا بطلت اقدر اتخيل انه كيف بالماضي كان هذا الكلام مش موجود للناس، وقديش يمكن كانت الوصول للمعلومه اصعب بكثير من حاليا. فيعني الاداء الدراسي هو مثال، بس اذا نقيسه على مجتمعات انه انت مثلا القطاعات المختلفه سواء صحه او غيره اللي مثلا رفضت تستخدم الذكاء الاصطناعي او تدخله في مجالها رح تتاخر. واحنا كمجتمعات يعني مش ناقصنا كمان تاخير، احنا لازم نمشي ونواكب العصر والوقت. فالذكاء الاصطناعي يعني نقدر نحكي انه هو ضروره لابد منها في هذا الوقت. ويمكن اصلا الحل للمشاكل اللي انا ذكرتها بهذا الفيديو يجي عن طريق الذكاء الاصطناعي، عشان العمليات اللي يمكن تاخذ البشر سنين عشان يقدروا يوصلوا من خلالها لحل لمشكله معينه تقدر تاخذ الذكاء الاصطناعي دقائق. عشان الذكاء الاصطناعي عنده وصول للمعلومات او كم لا نهائي من المعلومات بثواني او دقائق، وبيقدر يوصل لاستنتاجات وحلول في ثواني. فيعني على سبيل المثال شوف انت قديش يمكن يكون في فوائد للذكاء الاصطناعي مثلا في القطاع الطبي اللي فيه ابحاث مستمره، أبحاث على أمراض لسه مثلا ما لقوا لها علاج، أو على مثلا أكاديميا الجامعات اللي يمكن تدخل الذكاء الاصطناعي على منهجها التعليمي ويكون في فائدة للجميع من هذا الكلام. ويعني بأي قطاع أو مجال فيه أبحاث، فيه توقعات، فيه هذا الكلام كله قديش رح يكون في فائدة للذكاء الاصطناعي. وحتى بموضوع البيئة كثير ناس او كثير يعني رؤوس شركات عم بيحكوا لك انه الحل للاحتباس الحراري، الحل للمشاكل البيئيه اللي بتعرض لها كوكبنا رح يجي عن طريق الذكاء الاصطناعي. عشان من خلال حساباته على سبيل المثال يمكن هو يقدر يتوقع ويقرر افضل مكان ينحط فيه الخلايا الشمسيه وهالحكي هذا كله. فيمكن انه الذكاء الاصطناعي يقدر يوصل لحل يكون فيه انتاج الطاقة اعلى من الاستهلاك، وهذا هو الهدف النهائي. فالفكرة يا صديقي مش انه نوقف استخدام الذكاء الاصطناعي، بس انه نكون واعيين للثمن ولحقيقة الامور اللي بتمشي خلف الكواليس عشان تخلي الاي اي متاح لنا للاستعمال بشكل يومي وفي كل وقت وفي كل مكان. ومين بعرف بلكي انت يا صديقي يكون الحل بايدك لكل المشاكل اللي انا ذكرتها، عشان انا بعرف بس الاذكياء والعقول الراقيه بتتابعني. يعني احنا هلا شفنا تاثير الذكاء الاصطناعي على البيئه، واذا حابب تشوف تاثير الذكاء الاصطناعي على النفس البشريه بتقدر تحضر هذا الفيديو على القناه. واذا عجبك هذا الفيديو حابب نحكي على مواضيع اكثر مخفيه وتصير خلف الكواليس واكشف حقيقتها، اعمل لايك وسبسكرايب عشان يعني تشجعني اعمل كمان. وهذا هو، شكرا على المشاهده ومع السلامه.